احنا النهارده معانا راديو مش شغال. صديقي بيشتكي لي ان هو حطه في الكهرباء فعمل قفله، فانا لقيت فرصه كويسه والله ان احنا نتعرف على الراديو ده حاجه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه وهي اعطالها بسيطه. فان شاء الله في فيديو واحد هخليك تعتبر نفسك فاهم في الراديوهات كويس ومتخصص فيها ان شاء الله. انا احمد داوود، دكتور هندسه. دكتور هندسة. زي ما قلنا ان صديقي بيشتكي لي ان الراديو ده هو حطه في الكهرباء عمل قفله، بيقول لي فرقع. فانا دلوقتي لسه واخد الراديو اهو وما اعرفش اعمل ايه، فانا ما ينفعش ان انا احطه في الكهرباء واختبره. فهجيب الافو بتاعي واقيس اول حاجه الكابل. ادي طرف هنا كده وطرف هنا، تمام واصل. الطرف التاني تمام واصل. اوصل الطرفين ببعض مفيش بينهم قفله، معنى كده ان الكابل سليم. انا اطمنت من الكابل، اجي بقى اشوف الراديو ايه اللي عامل قفله جوه. فهبدا افكه. بلاقي هنا 4 مسامير، وبفك الغطا ده كده بلاقي فيه مسمارين تحت هنا. شوف بقى، هبدأ افك كده بلاقي الموضوع بسيط جدا. ادي الراديو من الداخل، دي المغناطيسة دي بتاعت السماعة، ده الموجب والسالب بتوعها. بلاقي بقى ادي مدخل الكهرباء ال 220 فولت هنا اهو. المفروض في الفيشة بتدخل هنا من ورا كده. بلاقي الكهرباء ال 220 فولت هنا هم بيدخلوا على الترانس ده. الترانس ده المفروض ان هو بيدي كهرباء هنا على الطرفين دول تقريبا 6 فولت، من 6 ل 9 فولت. فانا اول حاجه بشك فيها الترانس ده، وغالبا على فكره الراديو ده اغلب اعطاله الترانس. ماشي، فهنشوف الترانس دلوقتي ازاي نختبره وازاي نغيره لو هو المشكله منه ان شاء الله. نظره سريعه كده، دي البورده بتاعه الراديو. بلاقي ان ده المقاومه المتغيره اللي بتقلب القنوات او بيبقى مكثف القنوات يعني. فاحنا ممكن نفك البوردة عشان نتعرف كده على الدنيا دي. هنا البتاع ده اللي هو مكان اللي بغير منه القنوات، بيبقى فيه هنا دي مقاومة متغيرة علشان محطات بغير منها محطات الراديو. الراديو يا جماعة من الحاجات الجميلة جدا واللي بتدي طاقة إيجابية والله أكتر من الموبايلات والفيسبوك والفيديوهات القصيرة والكلام ده اللي بيجيب طاقات سلبية. الراديو ده من الحاجات اللي فعلا ممتعة. جرب ترجع لها تاني هتلاقي نفسك تكتسب طاقة إيجابية. بص كده، دي البوردة أهي. بص كده، ادي المقاومة المتغيرة اللي بقولك عليها. تعال نقرب شوية. ادي المقاومة المتغيرة اللي بتقلب المحطات. ده اي سي الصوت، مكثفات. هنا ده البكرة بتاعت الفوليوم بتاعت الصوت العالي والواطي. وده الزرار اللي بيغير الموجات بتاعت الراديو المحطات اللي هي اف ام ولا الاي ام ولا الاس دبليو كده يعني. هو طبعا اقوى موجة عندنا هي موجة الاف ام. هنا مخارج الصوت بيبقى مكتوب عليها حتى اس بي بلس واس بي ماينس. وفي هنا ادي التغذية من البطاريات، ده طرف الموجب من البطاريات وده طرف السالب من البطاريات. البطاريات هنا 3 فولت متوصلين على التوالي، فانا لو وصلت مصدر 3 فولت هنا المفروض انه الراديو يشتغل، او اوصل مصدر 6 فولت متردد من الترانس ده. يعني بيدخل 220 على السلكين الحمر دول المدخل بتوع الترانس اهم، وبيطلع من السلكين الزرق دول بيطلع منهم 6 فولت تيار متردد هنا، وبكده الراديو يشتغل. طيب ايه البتاع الرصاصي ده؟ دي الانتنة بتاعت الاف ام، بتاعت موجة الاف ام اهي. الانتنة اهي وواصلة بالانتنة دي، تمام. ده الرصاص ده واللي ملفوف عليه السلك ده
دي بتاعت الموجة الاي ام، يعني ده الاريال بتاع موجة الاي ام. وعموما موجة الاي ام من الموجات الضعيفة، بقت ضعيفة دلوقتي عندنا في مصر بسبب ابراج الاتصالات كده، فبقت بتشوش عليها يعني. فموجة الاف ام هي الاقوى حاليا. طيب تعالى نعمل حاجة كده، تعالى نختبر الترانس. فبنفك الترانس اهو، هو واضح ان هو متغير قبل كده لانه في، شايف في لحمات اهي، لحمات هنا، فواضح ان هو متغير. السلك فالت من هنا. واضح ان يعني مهما مثلا عمل قفله طيرته ولا ايه معرفش. تمام، انا مش هعرف اختبره للاسف يعني لانه هو السلك فالت، لكن هنجيب ترانس جديد ونختبر الترانس الجديد واعرفك الترانس الجديد يعني الترانس بتختبره ازاي يعني عموما. ماشي. ادي الترانس القديم، ادي البوردة. هنا النقطتين حتى مكتوب عليهم AC1 و AC2، يعني دول طرفين الالترناتيف كارنت او طرفين التيار المتردد اللي هما بيبقوا غالبا زي ما قلنا من 6 ل 9 فولت. طيب تعال اختبر البوردة الاول كده واشوف البوردة دي شغالة والراديو شغال ولا لا. فانا ممكن اختبر من غير ما اجيب ترانس. مثلا ممكن اوصل هنا على الطرفين دول تيار مستمر هنا اللي هو زي ما قلنا 3 فولت. بس هو انا الحقيقة معايا الطرفين اللي بيطلعوا من شاحن الموبايل اللي هما بيبقوا يعني تقريبا داخلين على 5 فولت، وما يضرش ممكن نجرب. يعني ادي طرف الموجب وادي الطرف السالب. الاول اتاكد ان هي مفتوحه، هي كده مفتوحه، كده مقفوله، كده مفتوحه، وعلى صوت احط السالب في السالب والموجب في الموجب. وبكده يبقى البوردة سليمة والراديو شغال تمام التمام. أنا عملت كده ليه؟ أنا بعرفك إن أنا ممكن ألجأ لحاجة. لو أنا معيش ترانس أو لأي سبب معرفتش أركب الترانس، فأنا ممكن أوصل تيار مستمر على الطرفين دول مقداره 3 فولت. ممكن أجيب بتاعة شاحن موبايل زي دي كده، الطرفين دول بيبقوا طالع منهم 5 فولت، واوصل مثلا دايود ولا حاجه يقلل الفولت شويه فيبقى 4 فولت تقريبا ولا حاجه. هيكون حل عملي. يعني انا ممكن الحم هنا سلكين كده لل4 فولت دول خارجي، واوصل الراديو على 4 فولت وخلاص، على يعني شاحن زي شاحن الموبايل، واشغله على شاحن موبايل يعني او اي مصدر 4 فولت. وممكن الحل التاني ان انا اجيب ترانس جديد. تمام، عليا بقى ان انا احط ترانس مكانه والحم السلكين دول في مكانهم. طيب انا ممكن اعمل حاجه، انا افك دول والحمهم بره. ده دخول ال 220 فولت اهو، فيشه بتدخل هنا، فهلحم دول كده هنا. لحمت طرفين ال6 فولت اللي طالعين من الترانس، ولحمت الطرفين ال 220 اللي بيبقوا داخلين في الترانس. هبتدي اركب المدخل ده. تمام، اثبت الترانس مكانه. تعال نجرب كده قبل ما نقفل. اوصل 220 وانا بحب امن نفسي، فعايز اشوف في قفله ولا لا. بشوف على وضع البازر في الافو، مفيش قفله ولا حاجه. تمام، اوصل 220 كده. تمام، نبدأ بقى نقفل الراديو بتاعنا. نقفل البوردة كما كانت. يبقى أنا عرفت إن أنا أقدر أشغل الراديو على مصدرين كهرباء، على المصدر بتاع الترانس ال6 فولت اللي طالعين من الترانس، أو ال3 4 فولت اللي طالعين من مكان البطاريات. تمام، ابتدي بقى أركب الراديو. أهو بص كده،
دي البكرة بتاعة تقليب المحطات. شوف مع المقاومة بتاعة تقليب المحطات، بص الثقبين دول مع البنزين دول يدخلوا مع بعض كده ببساطة جدا. في اليد هنا ما بنساش اركبها. تمام، واربط الاربع مسامير بتوعي كما كانوا. والآخر مرة هجرب. الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النحل. فأتمنى يا رب أكون أفدتك. لو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي لي وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.